بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أخواتي في قناة مطبخ وتدابير أسرار. إن شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين وفي صحة جيدة دايما مع وصفات أو حلويات عيد الفطر المبارك لسنة 2025. اليوم جبت لكم قلوب الشوكولا. بدوك الشوكولا بزاف بزاف بنان. دايما في طاولة عيد الفطر لازم تكون حاضر صابلي الشوكولا، لأنه هو المفضل في الحلويات، يحبوه الكبار والصغار، لانه ما كانش اللي ما يحبش الشوكولا. يجي يذوب في اليد قبل الفم، بزاف بزاف بنين بواحد الحشوه ما عندي ما نحكي لكم على البنه نتاع هاد الحشوه يا البنات. نتمنى الفيديو نتاع اليوم ينال اعجابكم، راح نعطيكم كامل الاسرار نتاع باش تنجحوا في الصابلي وما يتقلصش معاكم. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم. اذا عجبكم ما عليكم غير تدعموني بجام كومنتار مشجع، بارطاج للوصفه، واللي مازالوا ما اشتركوش نقول لكم اخواتي فضلا وليس امرا وقفوا لا فيديو، اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل حتى يصلكم كل جديد قناتي. ونبداو على بركه الرحمن في تحضير الوصفه. اول حاجه حطيت 250 غرام مارغرين طريه، ضفت لها نص كاس سكر كلاص او سكر ناعم، كرصه نتاع الملح، ونزيد نضيف حبه نتاع البيض كامله وصفار حبه بيض. نعاود لكم يا البنات، حطوا 250 غرام مارغرين طريه بحراره الغرفه، ضفت لها نص كاس سكر كلاص او سكر ناعم، كرصه نتاع الملح، حبه نتاع البيض كامله مع صفار حبه بيض، وزيت ضفت هنايا زوج مغارفه كبار نتاع الزيت العادي. ونبداو نخلطوا بالباتور حتى نتحصلوا على خليط كريمي. الاخوات اللي ما عندهمش الباتور يخلطوا باليد عادي، اهم حاجه لازم المارغرين تكون طريه بحراره الغرفه. لما نتحصلوا على الخليط الكريمي طبعا قبل يا البنات لازم ننزلوا دائما الخليط اللي يكون في الجوانب نتاع الصحن هكذا باش نتحصلوا على خليط يكون متجانس. هنايا نزلت كامل الخليط اللي في الجوانب نتاع الصحن ونزيد نخلط خلط خفيف، وقبل ما نبداو نضيفوا في المكونات الجافه. وهنايا بعد ما تحصلت على الخليط الكريمي نستغناو على الباتور ونبداو نضيفوا في المكونات الجافه. بالنسبه كذلك للمكونات الجافه عندنا اول حاجه نضيفوها علبه نتاع الفلون دوك الشوكولا. انا استعملت هذا فلون نواره، يجي بزاف هايل هذا الفلون. استعملت العلبه الصغيره، نستعملوا كيس نتاع فلون نواره دوك الشوكولا. كذلك نزيدو نستعملوا مغرف كبيره نتاع الكاكاو البني، ومن الاحسن يا البنات كي تروحوا تشريو الكاكاو اشريو النوعيه الجيده باش الحلوه تاعكم تجي بنينه وعندها ذوق هايل. ونزيد نضيف هنايا نص كاس نتاع النشا، نص كاس نتاع النشا. كذلك هنايا لافاني البنات ما حطيتهاش في الاول نسيتها، ضفت هنايا مغرف صغيره نتاع لافاني او اكياس تاع لافاني، او كذلك قطرات من لافاني اللي عندهم لافاني السائله. ونبدا نضيف هنايا زوج كيسان مملوئين فرينه، دفعه واحده مع مغرفه صغيره خميره كيميائيه او خميره الحلويات. وضفت مغرف كبيره نتاع اي نوع نتاع المكسرات، انا ضفت مغرف كبيره مملوءه تاع الكاوكاو محمص ومرحي. وانتم ضيفوا الشيء اللي متوفر عندكم باش الصابلي نتاعنا يجي فيه واحد الكرمشه ما شاء الله. نعاود بالنسبه للمكونات الجافه، حطينا علبه نتاع الفلون صغيره، ضفنا مغرف كبيره كاكاو، وضفنا زوج كيسان فرينه دفعه واحده، مغرفه صغيره خميره كيميائيه، ومغرف كبيره تاع الكاوكاو محمص ومرحي. وخلطت كامل المكونات، وهنا ضفت الكاس الثالث. وهنا يا البنات دات لي تلت كيسان مضبوطين، تلت كيسان نتاع الفرينه مقدار مضبوط. هذا هو القوام تاع العجينه اللي نتاع الصابلي اللي لازم نتحصلوا عليه. ونبدا مباشره. شعلت الفرن تاعي هنايا يسخن على 180 درجه، رشيت سطح العامل بالقليل من الفرينه، ونبدا نحل في العجينه تاعي. انا هذه هي الطريقه اللي نعتمدها في الصابلي. نتوما اخواتي تقدروا تحطوا زوج اكياس بلاستيكيه، واحد من التحت وتحطوا العجينه، وزيدوا تحطوا كيس بلاستيكي فوق العجينه وتحلوا بالحلال. لكن انا دائما نستعمل هذه الطريقه، نرش القليل من الفرينه نحل العجينه تاعي. ما لازمش تكون خشينه وما لازمش تكون رقيقه باش ما تتكسرش. ونبدا نطبع في هذا القلوب. بالنسبه للحجم تاع الحبات كما شفتوا انا الحجم
راهو كبير ما شاء الله، تقدروا تخدموا اصغر من هذا. وكذلك تقدروا تغيروا النوع نتاع الطابع اللي تفضلوه، سواء دائري او مربع، الشيء يعني اللي متوفر عندكم. نطبع نعمر السنيوه نتاعي وندخلها طيب على 180 درجه. ردوا بالكم البنات، راكبوا خصوصا الحلويات اللي فيهم الشوكولا والكاكاو، يعني ما تنساوش عليهم. يعني مجرد ما تشوفوهم نشفوا، راكبوهم ما تخليوهمش حتى يتحركوا. ونكمل كامل الكميه اللي عندي. بعد ما حطيت الصابلي نتاعي طيب، نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه تاع هذا الصابلي استعملت هذه الكريمه نتاع البيمو بواحد البنه ما عندي ما نحكي لكم. استعملت زوج مغارف كبار مملوئين ونص. حطيت في هذا الصحن الصغير زوج مغارف كبار من هذه الكريمه ونص. وبكات لي كميه باش نزيد نخدم عفوا نوع اخر. زيت ضفت مغرف كبيره نتاع القطايف محمصين، وضفتهم باش الحشوه تاعنا تكون فيها كرمشه، نوع من الكرمشه. وزيت ضفت مغرف كبيره نتاع الكاوكاو محمص ومرحي. هذه هي الحشوه يا البنات كيما شفتوا. حطيت زوج مغارف كبار ونصف من هذه الكريمه نتاع البيمو، ضفت لها مغرف كبيره نتاع القطايف محمصين، وضفت كذلك مغرف كبيره نتاع الكاوكاو محمص ومرحي. وهذه هي الكريمه اللي رايحين نستعملوها كحشوه. وكما شفتوا البنات هذه العلبه نتاع هذه الكريمه يعني تقدر تخدم بها زوج انواع. وهذه الكميه نتاع الكريمه اللي عطيت لكم بزوج مغارف ونص راح تكفيكم الكامل الصابلي اللي حضرتوه. نحطها في هاد لابوش ونخليها بجانب. بعد ما طاب الصابلي نتاعي وبرد، شوفوا كيفاش طاب، يعني راهو جا على حبه، يعني ما كانش حبه اكبر من الثانيه. نخليه يبرد ونبدا هنايا نلصق في الحبات نتاعي او نحشي في الحبات نتاع الصابلي بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش راني نخدم. هذه الحشوه يا البنات بزاف بزاف بنينه. كريمه البيمو راهي بنينه، مع فيها هذا الكرمشه نتاع القطايف مع المكسرات، يعني ما عندي ما نحكي لكم. وطبعا اخواتي هادو مجرد افكار نعطي لكم، وانتم تقدروا تحشيو بالشيء اللي متوفر عندكم. لكن هاد الحشوه والله يا البنات بزاف بزاف بنينه. ونلصق كل زوج حبات مع بعض بهذه الطريقه. تقدروا تدخلوهم للمجمد يعني باش يتماسكوا واحد 3 دقائق فقط، يعني باش كي نجيو نحطوا لهم الشوكولا ما رايحينش يتعبونا. نكمل بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. والطريقه هذه لما نحطوا الحشوه في لابوش طريقه عمليه وسهله وما تعبناش. طريقه يعني منظمه ونقيه باش الخدمه نتاعنا تكون ما شاء الله. نكمل كامل الحبات نتاع الصابلي اللي عندي، وفي الاخير راح نقول لكم شحال من حبه خرجت لي هذه الكميه. نكمل نلصق كامل الحبات نتاعي بهذا الشكل. شوفوا الحبات نتاعي كيفاش راهم على حبه ما شاء الله. في حمام مائي ذوبت طابليكه نتاع الشوكولا كامله، ذوبتها كامله كيما جاتني سوا لهذا الصابلي. وبديت هنايا نطلي في الحبات نتاعي بالشوكولا بهذا الشكل. فرشت سنيوه، حطيت لها كيس بلاستيكي غذائي باش نحط فوقه الحبات نتاع الصابلي. ودائما يا البنات كي تبداو تطليو في الحلوه نتاعكم بالشوكولا او بالكلاصاج، دائما ما تخليوش الحبه في بلاصتها، يعني حطوها ومن بعد عاودوا بدلوا لها المكان ديالها بالفرشيطه. وهنايا نكمل نزيد نخدم هذا الحبه معكم كما راكم تشوفوا. راح نوري لكم طريقه اسهل من هذه للاخوات اللي يعني ما يقدروش يطليو الحلوه يعني بهذه الطريقه يعني بالفرشيطه. ودائما نتخلصوا من الشوكولا الزايده كما راكم تشوفوا. هذه كذلك الطريقه الثانيه للاخوات اللي ما يحبوش يخدموا بالطريقه الاولى. نرفد الحبه نتاع الحلوه ونغمسها مليح في الشوكولا. لازم نغمسوها مليح ونتخلصوا من الشوكولا الزايده ونتحصلوا على هذه النتيجه. وهنايا طبعا بعد ما كملت شريت هاد لي ترانسفير بزاف هايلين، فيهم عيد مبارك. بقات لي القليل من الشوكولا كما سبق وذكرت، يعني ما رايحين نخسروا حتى حاجه. الطابليكه نتاع الشوكولا جاتني سوا. نعمر هاد لي ترانسفير كما راكم تشوفوا، نحط فيهم غرفه صغيره ونص وندخلوهم للكونجيلاتور حتى يتماسكوا. من بعد ريحه نزين بهم.
طبعًا وقبل لازم تحسبوا شحال عندكم الحبات نتاع الصابلي، وتخدموا نفس الكمية نتاع هاد لي ترانسفير باش ما تخسروش الشوكولا. نكمّلهم كامل، وهنايا الشوكولا اللي حطيت فوقها الصابلية البنات هذه كتدبيرة فقط، دخلتهم للمجمد هاد الأكياس. شوفوا الشوكولا نتاعي بعد ما يبست، زيدت عاودت هنايا جمعتها ونعاود نحطها في الصحن وندوبها على حمام مائي، وهكذا ما رايحاش نخسر. هذه كتدبيرة خصوصا البنات المبتدئات. هنايا بعد ما الشوكولا تاعي تماسكت، الكالي نتاع الشوكولا اللي بقات حطيتها في هاد لابوش، وخدمت خطوط بهذا الشكل، خطوط للقلوب نتاعي، زدت لهم واحد الجمال كما راكم تشوفوا. نكملهم كامل بهذه الطريقه. لي ترانسفير تاعي راهم جمدوا وتماسكوا، شوفوا كيفاش يتنحاو معنا بكل سهوله. شوفوا هنايا حسبت الحبات نتاع الصابلي وخدمت باش هكذا ما نخسرش. من بعد يا البنات القليل من الكريمه اللي بقات لي اللي حشيت بها، رايح نحط القليل في الوسط ونلصقهم بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. وطبعا اللي ما عندهاش هاد لي ترانسفير تقدر تزين بحبات نتاع اللوز او الجوز او اي نوع نتاع المكسرات الشي اللي متوفر عندها. وتحصلنا على 24 حبه من هذا الكلوب نتاع الشوكولا بالزيت، يعني بنتهم راهم هامة وشان وبنة كذلك. نتمنى الوصفة تنال إعجابكم. جيم بارطاج، وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله، مع وصفات أخرى من قناة مطبخ وتدابير أسرة.